السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الجبنة القريش بأسهل طريقة، بطريقة سهلة جدا جدا. عايزة اقول لكم بجد طعمها تحفة، كذا حد طلبها مني. ان شاء الله تعجبكم بإذن الله، جربوها وقولوا رأيكم فيها. شايفين ما شاء الله مطلعه معايا كمية ايه، ودي القشطة بتاعتي اللي طلعت منها، وده اللبن ما شاء الله مطلعه كمية كويسة جدا. بس اهم حاجة يا جماعة، لما نيجي نجيب اللبن لازم نجيبه من حد من الفلاحين. ما ينفعش اللبن اللي في السوبر ماركت، مبيبقاش حلو، بيبقى خفيف. كل ما كان اللبن تقيل كل ما كان افضل. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. ندخل مع بعض في الخطوات ونشوف المكونات اللي معانا ايه. ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليها افضل الصلاه والسلام، ونشوف هنعمل ايه. انا عندي ده 2 كيلو لبن، فضيتهم في حله الومنيوم كده بالشكل ده. فاضيه بقى في حله الومنيوم، فاضيه في بريم، زي ما انت حابه. انا بس حابه اعمل الرغاوي دي كده، يعني ايه، ارفع الكيس لفوق كده عشان يعمل رغاوي معايا بالشكل ده. كل اللي هعمله، يا اما احنا طبعا في الشتاء الحاجه بتاخد وقت شويه في التخمير بتاعها، او انها يعني تتجمد معايا شويه، بتاخد وقت شويه. انا هدفيه على النار، يا دوب يبقى زي دمعه العين كده. واغطيه واسيبه في مكان كده دافي لغايه لما يتجمد معايا. وهرجع اوريكم شكله. هيبقى معايا زي اللبن الرايب بالظبط. هنرجع نشوف شكله عامل ازاي وهنعمل فيه ايه مع بعض ان شاء الله. انا هغطيه واركنه في مكان دافي ونشوف هنعمل فيه ايه. وكده يا حبايبي خلاص اللبن بتاعي كده خلص معايا بالشكل ده. شايفين مايل الحله كده بالراحه، شايفين بدأ يفصل معايا من هنا كده ازاي. بس انا سبته من بالليل لتاني يوم الصبح، طبعا بيختلف على حسب الجو وحسب المطبخ بتاعك سخن او بارد. هنفضل سايبينه لغايه ما تجمد معايا كده. لو انتي حسيتي ان هو لسه يعني اخد معاكي وقت شويه، حطيه في اي مكان دافي وغطي عليه بس، وسيبيه لغايه ما يتجمد معايا كده. هشيله بقى في التلاجة ساعه او ساعتين كده، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل فيه ايه. وكده يا حبايبي انا سبت اللبن بتاعي تماسك في التلاجة شويه. نبتدي نشيل القشطه بتاعتنا. بصوا بسم الله ما شاء الله. نبتدي نشيل كده بالراحه، طول على الوش. بصوا ما شاء الله طلعت معايا قد ايه، شايفين الكميه قد ايه. شايفين ما شاء الله كده بالطريقه دي. بس هشيل القشطه بتاعتي، هشيلها في الفريزر. وبرضه انا قلت لكم قبل كده احنا بنعمل بيها ايه، بنعمل بيها رز معمر. شايفين ما شاء الله الكميه قد ايه. هبتدي اشيلها معايا كده في علبه بالشكل ده كده. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله مطلعه كميه حلوه جدا جدا. طبعا انت كل ما تسيبها تقعد في التلاجة شويه بتبقى افضل طبعا، يعني بتطلع ما شاء الله كميه قشطه كبيره. نبتدي بس ناخد حروف القشطه بتاعتي كده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله اللبن بتاعي متجمد خالص ازاي. ادي كميه القشطه اللي طلعت معايا، شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني كميه كبيره جدا. حوالي ربع كيلو او اكتر، ما شاء الله حلو جدا. بس هاخد اللبن بتاعي ابتدي اعمله خطين 3 كده بالطريقه دي، وهقول لكم هنعمل فيه ايه. انا عندي دي صينيه كده، هضيف فيها شاشه كده، اي شاشه موجوده عندك انا بعمل فيها على طول. لو عندك حصيره بتاعه الجبنه مفيش اي مشكله. هبتدي نسمي الله كده، نفضي اللبن بتاعنا. بصوا بسم الله ما شاء الله نازل عامل ازاي. بس هفضي اللبن كله بتاعي واقول لكم هنعمل فيها ايه برضه. يا حبايبي خلاص انا فضيت الجبنه بتاعتي. نبتدي نحطها على بعضها كده بالشكل ده. نمسكها من هنا كده، شايفين ما شاء الله هي بدأت تنزل معايا اللبن اهو، اللي هو الشرش اللي بيقولوا عليه الشرش. هبتدي امسكها من هنا ومن هنا كده، اربطها بحاجه من هنا ومن الجنب التاني كده. وابتدي اعلقها في اي حته، المهم يكون في مسافه بينها وبين الصينيه بتاعتي. تمام كده هعلقها وارجع لكم عشان مش عارفه امسك التليفون وانا بعملها. وده كده حبايبي شكلها، شايفين انا معلقاها عندي كده ازاي، في اي مكان بقى علقاها فيه هتصفي اللبن بتاعها كده او الشرش بتاعها بالشكل ده. هنسيبها مش هنعمل فيها اي حاجه، نسيبها تتصفى براحتها ونرجع نشوف شكلها. سامحوني بقى الصوت، التلاجة عندي بعافيه شويه. هخلصها بقى اصفيها خالص وارجع لكم اوريكم شكلها. شايفين كده حبايبي دي كميه الشرش اللي طلعت معايا بتاعه الجبنه. ودي كده شكل الجبنه بتاعتي، هي بدات تصفي خالص. اشيلها بقى احطها في مصفى ونستنى عليها ما تصفى خالص ونشوف هنعمل فيها ايه. كده يا حبايبي خلاص الجبنه بتاعتي صفت معايا بالشكل ده. انا جبتها كده حطيتها في مصفى كده، وحطيت تحتيها حاجه عشان تصفي لو فيها لسه ميه. ببتدي اخد من الجناب كده، بصوا كده بالمعلقه الحاجات اللي موجوده في الجناب دي كده. لو انت بقى حابه تضيفي عليها ملح في المرحله دي هنضيف الملح. انا بضيف كميه ملح قليله جدا عشان موضوع الضغط وكده. لو انت حابه تحطي ملح كتير ده يرجع لك انت. وكده انا هرش رشه ملح خفيفه كده بالشكل ده. زي ما قلت لكم كميه الملح انتوا بتفضلوها حطيها. بس لو عندي يبقى حاجه ماسكه هنا في القماشه بتاعتي او في الشاشه بتاعتي، بنعملها كده بالطريقه دي. طبعا لو انت عندك الحصيره اللي هي بتاعه الجبنه هتكون افضل من كده. بس طبعا لو مش موجوده عندنا هنعمل نفس الطريقه اللي انا بعمل بيها دي. بس انا بنبتدي نعملها كده، نقفلها كويس جدا على بعضها. شايفين كده بالطريقه دي. واضغط هنا كده عشان تبقى وشها ناعم معايا كده بالشكل ده. بس واسيبها كده، اضغط عليها كده بالشكل ده واسيبها بقى تتصفى معايا خالص لغايه ما تصفي ميتها نهائي ونرجع نشوف شكلها. بصوا كده معايا بدأت تنزل ميه معايا ازاي، او اللبن تاني. بس لو انت حابه تضيفي عليها حاجه تقيله هنا تضيفيها عشان تصفي الميه بتاعتك كويس، او اللبن بتاعك كويس، مفيش اي مشكله. عايزه اوريكم بس الشرش اللي طالع معايا. شايفين ما شاء الله طالع معايا شرش قد ايه.
طلع كميه كبيره جدا. زي ما اتفقنا قبل كده، الشرش ده احنا بنعمل بيه قرص، بنزوده للمش، بنعمل بيه رقاق طري، بنعمل بيه حاجات كتيره جدا، وان شاء الله هنزل لكم وصفات كتيره جدا. انا منزله حاجات قبل كده، القرص والرقاق بنفس الشرش ده او اللبن ده، عاملينه مع بعض قبل كده. وكده خلاص الجبنه بتاعتي كده صفت الميه الباقيه بتاعتها كده بالشكل ده. هفضيها بقى في طبق، بس عشان مش عارفه امسك التليفون ممكن يقع مني. هفضيها في طبق وارجع اوريكم شكلها. نضغط عليها بس ضغطات كده بالشكل ده، نبتدي نفتحها كده بالراحه، نسمي الله كده. هتلاقيها صفت خالص ميه. لو انتي حاسه ان لسه فيها شويه سوائل استني عليها. لو لقيتي بقى الجبنه بتاعتي مثلا ملزقه هنا كده، اعمليها كده هتطلع معاكي. لو مش عارفه تطلعيها بالطريقه دي، هتعملي كده بالمعلقه زي ما اتفقنا من الجنب كده، وهتشيلي كل الجبنه اللي موجوده كده بالطريقه دي. انا بحبها طريه شويه، لو انتي بتحبيها بقى ناشفه سيبيها تنزل ميتها كمان. انا بحب الصراحه اكلها طريه كده زي الزبده. انا هنا ما رضيتش افضيها، لما اوريكم بتتفضى معايا ازاي بالطريقه دي عشان تبقى سهله عليكم ان شاء الله كده. تاكدي بس ان القماشه بتاعتك ما فيهاش اي جبنه ولا اي حاجه. نبتدي بقى نسويها بالراحه كده بايدينا بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، طالعه ناعمه وملساء خالص. زي ما قلت لكم، لو انتوا بتحبوها ناشفه شويه استنوا عليها شويه كمان لما تتصفى خالص. انا بحبها طريه كده بالشكل ده، وهنعملها شكل الجبنه الجاهزه بالظبط. سوي كده بس بايديكي بالراحه كده. وكده خلاص خلصناها بالشكل ده. عايزه اقول لكم الشاشه بتاعتي لازم تتغسل كويس جدا كذا مره، وبعد كده تغسليها في الغساله، تشطفيها كويس جدا وتنشفيها. نسمي الله كده. بص انا دي عندي عصايه شيش طاووق كده بالشكل ده، هبتدي اعمل زي خطوط كده رفيعه كده بالطريقه دي. وكده يا حبايبي خلاص ادي كده شكلها النهائي معايا. شايفين ما شاء الله شكلها تحفه بجد، وريحتها جميله وعامله زي القشطه بالظبط. شايفين ما شاء الله نضيفه جدا معايا وشبه الجاهزه، ويمكن احسن 100 مره كمان. هي تكلفتها بتبقى كتيره شويه، بس انضف طبعا كتير في البيت. على الاقل بتستفادي بالقشطه بتاعتها زي ما اتفقنا بنعمل بيها حاجات. الشرش بتاعها برضو بنعمل بيه حاجه، هتنفع معانا جدا. هنحطها بقى في التلاجة، نحطها بس نحط عليها ورقتين مناديل في الجناب كده بالطريقه دي. مناديل المطبخ كده، اقسم ورقتين كده بالطريقه دي، عشان لو نزلت ميه تاني او حاجه تتصفى معايا. حطها كده من الجنب، مخليش المناديل تلتصق فيها، خليها من الجنب كده بس، عشان لو في اي سوائل زياده او حاجه تمتصها. تمام كده. هنحطها بقى في التلاجة معانا تنشف، ونرجع نشوف شكلها في الاخر. وكده حبايبي انا قطعت الجبنه بتاعتي عشان اوريها لكم كده عامله ازاي. ما شاء الله عامله زي القشطه، طريه جدا زي ما قلت لك. لو انت حباها ناشفه شويه عن كده صفي اللبن بتاعها كمان شويه. انا بحبها بصراحه طريه زي الزبده كده. انا طالعه معايا هنا نص كيلو جبنه، نص كيلو اللي حوالي 20 جرام. طبعا بيختلف من نوع حليب لاخر يعني. وهنا عندي طالع معايا ربع كيلو قشطه، وطلع معايا كيلو 100 جرام وكسور لبن. يعني ما شاء الله الاتنين كيلو طلعوا معايا حاجات قد ايه خير، قد ايه ما شاء الله. حلو جدا. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وتجربوه.